السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ويكونوا اطفالكم واسرتكم في اتم صحة وكمان في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنتكلم على فيديو حلو جدا يهم السيدات اللي لسه بتبقى عارفة ان هي حامل، بتبقى محتاجة تعرف اعمل ايه اول ما عرفت ان انا حامل. يا ترى اروح للدكتور امتى علشان يكون الميعاد مناسب؟ طيب اعمل تحليل دم عادي ولا اعمل تحليل رقمي؟ طيب انا باخد ادوية، هل طبيعي اخدها ولا مفروض ان انا اوقفها؟ كل الحاجات دي هقولك عليها، وان شاء الله هتكون حاجات مهمة جدا ليكي لو انتي عارفة انك لسه حامل. بس يا ريت تشتركي في القناة، فعلى زر الجرس، وكمان لو هتحطي لي لايك منك. ويلا نبدأ. اول حاجة عايزاكي تعمليها على طول مجرد ما عرفتي انك حامل، بتروحي تجيبي اقراص فوليك اسيد من الصيدلية وتاخديها. عملتي تحليل دم، عملتي تحليل بول، خلاص انا حامل، تجيبي الاقراص دي وتاخديها. طيب ميعاد الدكتور لسه ما جاش، استنى لما اروح للدكتور احسن؟ لا، الفوليك اسيد هو فيتامينات مهمة جدا لصحتك وكمان صحة الجنين. حتى لو انتي لسه مش متأكدة وعايزة تروحي للدكتور الأول، الفوليك أسيد مهم جدا وحلو جدا لصحتك، مش هيضر خالص بصحتك أو صحة الجنين. هتاخدي قرص يوميا وتواظبي عليه علشان هو مهم جدا ليكي أثناء الحمل، وبيمنع تشوهات الجنين في أول 3 شهور. طيب أنا كده خلاص خدت الفوليك أسيد، هعمل إيه تاني؟ هتبدأي تمنعي أي أكلات مضرة أثناء الحمل ومضرة للجنين. زي إيه؟ زي اول حاجه الاكلات الحاره السبايسي. لو بتزودي الشطه في اكلاتك حاولي انك تبداي تمنعيها. لو بتاكلي حوادق كتير ومخللات وبتكتري الملح كتير في اكلك، يا ريت تبداي تواظبي تعدلي النسبه بتاعه الملح وتقللي خالص من الحوادق في اكلك. كمان الاسماك النيه زي السوشي، الفسيخ، الرنجة. لو الرنجة بتحطيها على النار وتاخد وقت كويس على النار خلاص. لكن لو نية لا، اي اسماك نية ما تعرضتش للطهي والحرارة ممنوعة أثناء الحمل. عندك كمان البيض الني اللي احنا بندخله ممكن في المايونيز، او بتعملي اومليت وبتسيبي الصفار مش بيستوي كويس، برضو الحاجة دي ممنوعة جدا. ممكن تقلب معاكي لتسمم حمل لا قدر الله، وبتكون مضرة ليكي وكمان مضرة للجنين. طيب ايه غير البيض الني؟ الكبدة. الكبدة رغم ان هي مفيدة ورغم ان هي بتحتوي على معادن ومصادر كويسة لصحتك، لكن هي بتحتوي على نسبة كبيرة جدا من فيتامين A. فيتامين A أثناء الحمل بنكون محتاجينه بنسبة بسيطة جدا يوميا. لو احنا كترنا فيه لا قدر الله ممكن يعمل معاكي تشوهات للعمود الفقري للجنين، واحنا علشان نمنع حاجة زي كده بنقلل الكبدة ونمنعها في فترة الحمل. فياريت تاخدي حديد من مصادر تانية، عندك فاكهة، عندك فواكه، عندك حاجات كتير تانية غنية بالحديد. هسيبلك أول لينك في المصادر الغنية بالحديد ليكي أثناء الحمل لو انتي بتتعرضي للأنيميا كتير. طيب عندك كمان الكافيين كمشروبات. لو بتشربي نسكافيه، قهوة، شاي كتير، فياريت تبقى هو من كوب لكوبين يوميا، علشان دي حاجة مهمة جدا ليكي أثناء الحمل. طيب تالت نقطة بقى، أروح إمتى للدكتور؟ أنا خلاص عملت التحليل، هروح على طول ولا هستنى؟ طيب ما استنى بقى شهرين 3 علشان ايه؟ اروح كده واكون سمعت النبض والبيبي يظهر واطمن بالمره. لا، هو في ميعاد مظبوط تروحيه علشان مش عايزين نتاخر، وفي نفس الوقت تكوني مطمنه على صحه الكيس، على صحه ونبض الجنين. وفي نفس الوقت مش عايزين نروح بدري قوي يكون لسه الكيس ما ظهرش او لسه النطفه ما ظهرتش. امتى تروحي؟ بعد تاخير البيريود باسبوعين. يعني النهارده انا عرفت عملت تحليل دم او عملت تحليل بول وعرفت ان انا حامل، بعد اسبوعين على طول روحي للدكتور. الميعاد ده هيكون مناسب ان يقدر الدكتور فيه يشوف حاجه في السونار ويبدا ان هو يقيم الحمل معاكي. طيب ممكن تروحي قبل كده بس لو حصل معاكي اعراض، يعني حاسه بمغص شديد اسفل البطن، مغص اسفل الظهر، حاسه اني بيجيلك الام شديده، فهنا هتروحي للدكتور. طيب بيحصل معاكي نزول بعض قطرات من الدم او حصل معاكي نزيف وانتي خلاص اتاكدتي انك حامل بالتحليل، هنا برضو لازم على طول تروحي للدكتور. لو انتي بتعاني من اعراض وامراض مزمنه زي السكر زي الضغط، برضو تروحي للدكتور علشان يظبط لك الادويه دي مع الحمل. فهنا الحاجات دي هتخليكي تروحي للدكتور على طول، مش هتستني اسبوعين. لكن لو مفيش اي حاجه من الحاجات دي يبقى تروحي على طول. طيب رابع حاجة بقى، بتوقفي أي أدوية بتاخديها. يعني لو مجرد بتحسي بصداع فبتاخدي مسكن، مجرد ما حسيتي ان عندك برد فخدتي دواء خافض حرارة ودواء مضاد التهاب وخدتي مضاد حيوي وحاجات من دي، لا. اول ما بتعرفي انك حامل في حاجات مسموحة اثناء الحمل وفي حاجات ما ينفعش. علشان تعرفي ايه هي، يبقى على طول مريتي باي حاجة تعب تروحي
بقى للدكتور مش هتستني الاسبوعين. هتبداي انك تعملي سيرش الاول، طب الدواء ده انا باخده هينفع مع الحمل الاول ولا لا، حتى لو مسكن بسيط. ليه؟ علشان صحتك وصحة الجنين، مش عايزين نعمل اي حاجة غلط من اول ما عرفنا ان احنا حامل. ربنا يقومكم بالسلامة. طيب خامس حاجة بقى هي ان احنا بنعمل التحليل دم ولا تحليل رقمي. التحليل الرقمي يعني الفترة الأخيرة دي بقينا كلنا عارفين، زمان ما كانش حد عارفه. يقولك ايه هو التحليل الرقمي ده؟ احنا كنا بنعمل اللي هو التحليل العادي وخلاص. لا، التحليل الرقمي ده بيبين نسبة هرمون الحمل في الجسم، ومفروض بنعيده بعد 48 ساعة علشان يكون التحليل ذات الضعف، علشان يكون الحمل ماشي في مستوى الطبيعي والمستوى الكويس. طيب الدكتور هو اللي بيطلب التحليل الرقمي. يعني لو حاسس ان في بعض الشكوك، يعني مثلا الكيس مش بيكبر كويس، شايف ان الكيس صغير عن ميعاد المفروض يكون طبيعي فيه، شايف ان النطفة لسه ما ظهرتش، حاسس ان من الاعراض اللي الام بتحس بيها او نزول دم معاها، فحاسس ان كده في قلق في الحمل فعايز يطمن اكتر، فممكن يطلب التحليل الرقمي من السيدة. لكن غير كده هو التحليل الحمل الطبيعي عادي خالص اللي كلنا بنعمله، هو ده اللي المفروض تعمليه اول ما تعرفي انك حامل. تعمليه وتروحي بيه للدكتور بعد اسبوعين. طيب بعد زيارة الدكتور هعمل ايه بقى؟ انا خلاص رحت للدكتور الحمد لله بعد اسبوعين، شفت الكيس، او برضو ممكن ما تشوفوش بعد اسبوعين، ممكن الاسبوع السادس او السابع عادي مفيش مشكلة. اهم حاجة الدكتور هو بس بيطمنك اذا كان هنأجل اسبوع ولا مفروض تجيله تاني امتى. طيب هتعملي ايه بقى بعد زيارة الدكتور؟ اول حاجه بتكوني عارفه ان في تحاليل مهمه الدكتور هيطلبها منك، زي تحليل السكر، تحليل البول، وصوره دم كامله، وكمان فصيله الام. صوره الدم كامله علشان يعرف اخبار الدنيا معاكي ايه قبل بدايه الحمل كده، هل عندك انيميا ولا لا، الهيموجلوبين عندك كويس ولا لا، تحليل البول هل عندك التهابات او صديد او املاح عاليه، سكر هل بتعاني من سكر في الدم ولا السكر بتاعك مظبوط. الحاجات دي مهمه جدا اثناء الحمل. وكمان فصيلة الدم، هل انتي الار اتش بتاعك ايه، موجب ولا سالب، والفصيلة بتاعتك ايه. الحاجات دي مهمة جدا تتسجل في فايل الام في بداية الحمل. طبعا بنرجع نكرر تاني التحاليل دي في نص الحمل وفي اخر الحمل، لكن في اول الحمل المهمة علشان تعرفي ايه هي فصيلتك موجب ولا سالب، عشان دي بتبقى مهمة جدا في الصفرة في ولادة البيبي. طيب تاني حاجة خلاص ناخد بقى الفيتامينات اللي الدكتور قال لنا عليها، ومن اولها هو كان الفوليك اسيد، وطبعا هو ممكن يزود معاكي حاجات تانية على حسب حالتك الصحية وعلى حسب هو شافك بعد الفحص. طيب تالت حاجة بتبدأي تهتمي بمصادر الأكل. ممكن احنا في الطبيعي بنفطر أي حاجة، بنتغدى أي حاجة، ماليش نفس آكل الحاجات دي. لكن أول ما تعرفي إنك حامل ابدأي بقى ركزي ايه هي الأكلات المفيدة. أبدأ إن أنا آكل فواكه كتير، آكل خضار، ابدا ان انا ادخل في النظام الغذائي بروتين، كالسيوم، منتجات البان. الحاجات دي كلها لو نوعتي فيها في يومك هتلاقي فايده كبيره في جسمك، هتلاقي فايده كبيره في صحه ونبضات الجنين. هتلاقي ان الجنين كل ما بتروحي للدكتور ما شاء الله بيطمنك على صحته، يطمنك على نبضه، حركاته، على وزنه، على الميه حوالين الجنين. كل ده من اهتمامك بصحتك. تمام. رابع حاجه بقى بتهتمي بشرب الميه، بالذات احنا في حر شديد، فاوعي تكوني بتنسي الميه. حطي دايما ازازه ميه جنبك، امليها واشربي منها. لكن الميه دي اساسي، صيف شتاء اساسي. مجرد ما عرفتي انك حامل، الميه دي حلوه جدا ليكي، تنشط الدوره الدمويه، حلوه جدا للجنين. طيب هتشربي ميه يوميا مش اقل من 3 ل 4 لتر. بتنسي حطي ازازه جنبك، وكل ما تخلص جدديها علشان ما ترجعيش تنسي انك مليتيها وبقالك فتره ما شربتيش. خامس حاجة تبعدي بقى عن الحاجات الخطر، انك تشيلي حاجة تقيلة، انك تقفي مثلا كتير، يعني تفضلي واقفة ساعتين 3 بتعملي حاجات في الشقة. حتى لو انت حالتك الصحية كويسة والدكتور مطمنك على صحة الجنين، الحاجات دي بتخليكي دايما طول فترة الحمل ان شاء الله في امان، واخدة بالك من صحتك وواخدة بالك من صحة الجنين. يبقى ما تعمليش حاجات خطر زي انك ما تقفيش كتير، ما تشيليش اوزان او ما تزقيش حاجات تقيله، ما تطلعيش فوق حاجه عاليه، يعني ما تطلعيش فوق سلم، فوق حاجه عاليه لا قدر الله تقعي منها او تدوخي، بالذات ان اول 3 شهور حمل بنعدي باعراض زي الدوخه، الغثيان، الهبوط. فالحاجات دي ممكن تبقى معاكي، وفي نفس الوقت ما ينفعش نطلع على حاجه عاليه. عندك كمان لو انت بترشي حاجات في الشقه يعني ضد الحشرات زي الذباب، الناموس، النمل، الحاجات دي
غلط عليكي جدا اثناء الحمل، يا ريت تبقي بره في الشقه، بره وحد هو اللي يرشها في الشقه. لكن انتي ما تستخدميش خالص الحاجات دي، وما تفضليش قاعده في مكان لسه مرشوش فيه حاجه زي كده. غلط تتنفسي الكيماويات دي. كمان المنظفات اللي هي بتكون ليها ريحه نفاذه زي الكلور، زي الباور اللي احنا بنرشه للدهون، الحاجات دي بتكون ريحتها قويه جدا. فان انت تتنفسيها اثناء الحمل وجنين فده غلط. فحاولي انك تبعدي عنها خالص اثناء الحمل. برضه هتلاقوا على القناه حاجات كتير قوي حلوه ليكي اثناء الحمل، ابقى مساعده ليكي اثناء الحمل كده، اقول لك تاكلي ايه وتشربي ايه، الحاجات اللي تغذيكي والحاجات اللي تقلل معاكي الاعراض المزعجه. لو محتاجين حاجه يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ويا ريت تشتركوا في القناه علشان تشوفوا كل فيديو بينزل. شكرا ليكم، شكرا متابعه، باي باي.